في واحدة بتحكي إنها كانت تعبانة والدكتور كتب ليها دواء معين، وبالليل وهي مشغولة افتكرت إنها ما خدتش الجرعة وأخدت قرص تاني. بعدها بنص ساعة بدأت تحس بدوخة، تنميل، ضربات قلبها بتزيد، وحالة غريبة ملهاش أي تفسير. جوزها جري بيها على المستشفى والدكتور قال له جملة خلته يتصدم، واضح إنها اتسممت من الدواء. عشان كده لازم نعرف مع بعض تعمل إيه لو لا قدر الله اتسممت من الدواء. أول حاجة اعرف أنت خدت إيه بالظبط. أكتر حاجة بتضيع وقت الطوارئ وبتخلي الموقف يتعقد أكتر إن الشخص مش عارف هو خد إيه ولا كام قرص ولا إمتى. وفي حالات التسمم الدوائي السرعة في المعلومة بتنقذ حياة. أنت اللي أخدت الدواء امسك علبة الدواء، شوف اسمه كامل، مش تقول مثلا خدت مسكن وخلاص من غير ما تعرف اسمه بالظبط. شوف تركيز المادة الفعالة، شوف الجرعة اللي أخدتها بالظبط، لو بلعت أكتر من قرص احسب العدد، شوف التاريخ، هل الدواء منتهي الصلاحية. كل الكلام ده مهم جدا. لو الطفل اللي بلع الدواء شوف الجرعة اللي بلعها قد إيه، كان فين الدواء، هل بلع قرص ولا شرب شراب، الدواء للكبار ولا للأطفال، هو بلعه إمتى بالظبط، الساعات بالدقايق بتفرق هنا. الطفل ممكن يبقى شكله عادي في الأول بس جسمه بيتأثر أسرع بكتير من الكبار، فلازم نخلي بالنا. اعرف ان كل معلومة صغيرة بتوفر على الدكتور وقت كبير جدا، وبيحدد على اساسها هل في خطر، هل هيحتاج يعمل غسيل معدة، هل محتاج مضاد سم معين، ولا ممكن يتعافى بالمراقبة بس. تاني حاجة ما تحاولش ترجع بنفسك. ناس كتير قوي رد فعل ليها لما تحس انها خدت دواء زيادة هو انها ترجع بسرعة وخلاص، لكن الحقيقة التقيؤ مش دايما بيساعد، وفي بعض الحالات بيضر جدا. امتى الترجيع ممكن يكون خطر؟ لو المادة اللي بلعتها كاوية زي ادوية المعدة او المطهرات او الكبسولات المفتوحة. التقيؤ ممكن يسبب حروق في المريء. لو انت مش واعي تماما او دايخ ممكن الحاجات اللي رجعتها تدخل في مجرى التنفس وتتخنق. ولو فات كمان وقت طويل على البلع المادة امتصاها الجسم بالفعل والترجيع مش هيفرق اصلا. التصرف الصح لو لسه واخد الدواء من دقايق قليلة اتصل بمركز السموم، اسأل هل اقدر ارجع. خلي دايما قرار الترجيع يكون من دكتور او من مركز السموم مش من دماغك. اوقات اللي بيبان تصرف منطقي بيكون اخطر حاجة ممكن تعملها، فنحاول نخلي بالنا. تالت حاجة خليك هادي وتحرك بسرعة. ايوه محتاج تهدى بس مش تستنى. الهدوء هنا مش معناه التأجيل، الهدوء معناه انك تفكر بعقل وتتصرف بسرعة، لان التوتر بيخليك تعمل تصرفات مش محسوبة. ممكن تغلط في نوع الدواء او الكمية اللي اخدتها، ممكن تنسى تبلغ حد او حتى تقع في فخ ان هعديها ومش هقول لحد. لكن في تسمم الادوية كل دقيقة بتفرق وكل معلومة ممكن تنقذ حياة. طب تتحرك ازاي؟ لو الاعراض لسه بسيطة زي دوخة، غثيان، صداع، احساس مش طبيعي اتصل فورا بمركز السموم او الدكتور، قول لهم كل حاجة. لو الأعراض بدأت تبقى خطيرة زي تشنجات، ضيق تنفس، ضربات قلب سريعة أو بطيئة، ارتباك، فقد وعي، مفيش نقاش، تروح طوارئ فورا أو تخبط على أي حد من الجيران لو أنت لوحدك وتقول لهم كل المعلومات دي قبل ما تفقد الوعي، خصوصا لو طفل بلع حاجة حتى لو مش ظاهر عليه أي أعراض، لأن الطفل بيتأثر أسرع واللي بيبان بسيط ممكن يتطور بسرعة. رابع حاجة خليك صريح جدا في الطوارئ. أكتر حاجة بتساعد الدكتور إنه ينقذك بسرعة إنك تحكي كل حاجة بوضوح ومن غير خجل أو خوف. يعني لازم تقول للطبيب أو مركز السموم اسم الدواء اللي أخدته بالظبط أيا كان الدواء، حتى لو شيء محرج. ده دكتور ومش دوره إنه يحكم على حد، هو عارف يتعامل مع كل الحالات وبالأغلب هيكون مر عليه الموقف ده قبل كده ومش هيتفاجئ ولا يتعامل بشكل يحرجك. وتقول له كمان الكمية اللي بلعتها، قرص 2 أكتر، والوقت من قد إيه حصل، ده ساعة، نص ساعة، كنت واكل قبلها ولا على معدة فاضية، عندك حساسية من أي أدوية، خلطته مع أي أدوية تانية. ولو طفل نقول وزنه، عمره، كان لوحده وقتها، بلع إيه بالظبط. لو مش فاكر الجرعة قول مش متأكد بدل ما تتكهن الجرعة. ما ينفعش تسيب الدكتور يتصرف بناء على معلومة ناقصة أو معلومة غلط. خامس حاجة راقب الأعراض بعد التصرف الأول. أوقات الجسم بيتصرف في الأول كأنه كويس بس بعد شوية بيبدأ يبعت تحذيرات. طب إيه الأعراض اللي تراقبها؟ لو على نفسك، هل بدأت تحس إنك تعبان أكتر؟ هل الصداع زاد؟ في رعشة، تنميل، دوخة، ضربات قلبك طبيعية، سريعة، بطيئة، بدأ يظهر غثيان أو ترجيع، بدأت تفقد تركيزك أو تسرح، حاسس إنك عايز تنام ومش طبيعي؟ ولو اللي اتسمم طفل، هل بيتصرف طبيعي؟ هل بيلعب، بيتكلم، واعي، بيرجع، سخن، شكله نايمان زيادة عن اللزوم؟ لو أي عرض من دول زاد أو بدأ يظهر بعد ساعات لازم ترجع للمستشفى فورا. كمان لازم تراقب مدة التفاعل. في بعض الأدوية الأعراض بتظهر بعد من 4 ل 6 ساعات مش فورا. هل خدت أكتر من نوع دواء؟ ده ممكن يخلي التفاعل أبطأ أو أخطر. جسمك بيدي إشارات ولو تجاهلتها للأسف محدش هيقدر يرجع الوقت اللي ضاع. حاجات ما تعملهاش أبدا لو اتسممت من دواء.
ما تشربش لبن وتفتكر انه حل. في ناس بتقول اشرب لبن هيحوش السم، لكن اللبن مش بيمتص كل انواع السموم، وفي بعض الحالات ممكن يزود امتصاص الدواء بدل ما يعالجه. ما تعتمدش على الانترنت، جوجل مش دكتور، والحل اللي ينفع مع واحد ممكن يضر غيره. لازم تتكلم مع مركز سموم او دكتور مختص. في ثواني ممكن ناخد دواء بالغلط، قرص زياده، نسيان جرعه، او طفل بلع حاجه مش ليه، وساعتها الموقف بيبقى مرعب، مش عشان الالم لكن عشان الجهل بالتصرف الصح. الموضوع بسيط لو عرفت تتصرف صح من اول لحظه، لان الدواء اللي بيخفف الالم ممكن يتحول في لحظه لسم حقيقي. الوعي هنا هو خط الدفاع الاول، وخطوه واعيه في وقت خطر ممكن تكون كل اللي انت محتاجه. لو حصل معاك موقف مشابه قبل كده، او شفت حد اتسمم من دواء وكنت فاكرها حاجه بسيطه، شاركنا في التعليقات عشان تساعد غيرك. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناه فلسوفه، واستنوني في حلقه جديده من تعمل ايه، لان الحياه ساعات بتحطنا في اختبارات مفاجاه ولازم نكون مستعدين.